السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البفتيك الكداب بطريقه سهله جدا وبسيطه وكمان اقتصاديه. بربع كيلو لحمه مفرومه بس هتعملي 9 قطع من البفتيك. والله يا بنات شكله وطعمه احلى من البفتيك الحقيقي اللي هو اللحمه القطع اللي احنا بنجيبها من عند الجزار. شايفين شكله عامل ازاي وتسويته حلوه جدا. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. معايا هنا الكبه هحط فيها ربع كيلو من اللحمه. واللحمه دي يعني يا ريت تكون فيها نسبه دهون بسيطه. لو ما عندكيش حطي حته ليا، انا حطيت حته ليا صغيره يعني قد الليمونه كده او اكبر شويه. وحطيت كمان بصلايه زي ما انت شايفه كده. وحطيت ملح وفلفل وتوابل لحمه وبابريكا و 3 معالق بقسماط. والبقسماط معانا هنا يا بنات ما تستغنيش عنه، لان هو اللي هيلم قوام العجينه بتاعتك وهيخليها كده عجينه متماسكه. وكمان هتحطي بيضايه كامله هتحطيها على الخليط ده علشان الخليط كله يبقى متماسك. وهنضربه كده في الكبه. وزي ما انت شايفه كده هنضربه ضرب يعني لحد ما يبقى عجينه متماسكه. كل حاجه هتشوفيها معايا في الفيديو. يا ريت تتابعي معايا الفيديو الاخر علشان تشوفي الوصفه. والله حلوه جدا جدا جدا، مش هتندمي خالص انك عملتيها. مش هتشتري البفتيك جاهز تاني من بره. هتحضريه على طول في البيت. شايفين انا كده ضربته بالشكل ده. انا كنت حطيته في التلاجة 10 دقايق وطلع شكله كده. العجينه متماسكه وشايفين شكلها عامل ازاي. هقطعها معاكم دلوقتي وهتشوفي هي هتعمل معايا كام قطعة. ممكن تعمليها 10، انا عملتها 9 بس. وكمان هوريكي قد ايه هي بعد ما حطيتها في الكيس اللي هو كيس التلاجة بتطلع من الكيس بكل سهولة مش لازقة. وكمان هوريكي الكفر اللي انا عملته لها، الكفر السائل والجاف. وهوريكي كل حاجة بالتفاصيل، بس تابع معايا الفيديو للاخر. شايفين هم عملوا معايا ال9 قطع دول وهشكلهم معاكي دلوقتي. هجيب كده اكياس التلاجة اللي هي الاكياس العادية خالص وهفتحها. او اي كيس عندك، مش شرط كيس التلاجة، يعني اي كيس عندك افتحيه بالمقص وظبطيه كده وبالشكل اللي انت شايفاه ده. وهتمسحيه مسحة مية خفيفة وهتبدأي تبططي العجينة البفتيك او اللحمة المفرومة يعني. شايفة بتتفرد معاكي بكل سهولة وما بتاخدش اي وقت خالص ومش معقدة. واحلى من البفتيك الجاهز والله، وهتجربيه وهيعجبك جدا. وده غير ان هو اقتصادي وبيعمل كمية كبيرة. يعني لو عندك ربع كيلو لحمة بس زي ما بقولك هتعملي عدد قطع كبير. شايفين بيبقى شكله كده وبيبقى نفس السمك اللي انت شايفاه ده. ما تحاوليش تكبري السمك عن كده، لاني انا حاطه ربع معلقه من البيكنج باودر وده اللي هيديله هشاشه في الاخر وانا بسويه. والله حرام نقول عليه بفتيك كداب، ده بفتيك حقيقي وجميل والله. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا وهتنبهر والله من النتيجة. شايفة بيتفرد بكل سهولة، بتشكليه بكل سهولة وبيبقى شبه البفتيك الحقيقي بالظبط. شايف يا بنات؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ والله حلو جدا. وكمان لو عندك ضيوف هيشرفك قدام ضيوفك تقدري تعملي نص كيلو من اللحمة المفرومة جنب مكرونة بشاميل جنب اي اكلة. هيبقى معاكي حلو جدا وشكله بيبقى حلو جدا على السفرة. حرام ان احنا نسميه بفتيك كداب، والله ده بفتيك حقيقي 100%. يعني هو مش عشان اللحمة مفرومة هنقول عليه بفتيك كداب، لا ده بفتيك حقيقي جدا. ولو عايزه تطلعي القطعه متساويه بصي هتعملي ايه. هتطبقي كده الكيس من ناحيتين او من الاربع نواحي يعني. ترجعي تبططيها تاني بالشكل ده وهيطلع معاكي متساوي وشكله حلو قوي. شايفين بيتشكل بكل سهوله والله. ده ليه؟ عشان كمان احنا ضايفين البيضه. ما تنسيش تضيفي البيضه عشان البيضه بتلم من الخليط ده كله وكمان بتديله طراوه.
بس هو شكل البفتيك ما يبقاش مربع كده، هو بيبقى شكله منعكش كده، لان هي حته اللحمه الجزار بيدقها فبتبقى شكلها مش متساوي يعني. المهم انا جبت هنا نص كوبايه من الدقيق، وعليها معلقه كبيره من النشا وملح وفلفل وبابريكا وتوابل لحمه، وده الخليط الجاف. هاخد منه 3 معالق في الطبق، وقبل ما اضيف البقسماط، يعني الخليط الجاف انا هحط عليه بقسماط، يعني الخليط الجاف هحط عليه بقسماط، والخليط السائل هعمله سائل كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، مش هضيف عليه بقسماط. تمام كده، خدت منه 3 معالق بالشكل ده، وهضيف على الخليط الجاف شويه من البقسماط زي ما انت شايفه كده، وده هيبقى الكفر النهائي. اما ده بقى هحط عليه شويه ميه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وافضل اقلب كده لغايه ما يبقى معايا خليط سائل. هحط الاول البفتيك في الفريزر يتجمد قبل ما احطه في الخليط السائل، وهتشوفيه معايا دلوقتي. شايفين الخليط السائل بقى معايا شكله عامل ازاي؟ بالشكل ده. تمام كده. كده البفتيك بتاعي اتجمد في الفريزر. لو مستعجله حطي ساعه، لو مش مستعجله وتعملي تاني يوم اعمليها قبليه بيوم، بيبقى حلو جدا. هجيبه كده زي ما انت شايفه، واحطه الاول في الخليط السائل، بعدين احطه في الخليط الجاف. بس يا ريت تكون في معلقه تانية في الخليط الجاف ومعلقه في الخليط السائل، علشان ما تاخديش المعلقه من هنا تحطيها هنا والخليط الجاف يكلكع معاكي. تمام كده. هتصفيها كده بالشكل ده، وتروحي حطها على الخليط الجاف، وهيديك الكفر مقرمش لونه ذهبي، تحفه تحفه تحفه. ده غير ان الخليط يعني يا بنات والله اقتصادي جدا، والمكونات يعني موجوده في كل بيت، ومش هتحتاجي يعني مكونات كتير وغاليه وكده. شايفين؟ تطلع معاكي من الكيس بمنتهى السهوله، علشان احنا زي ما وريتك كده دهنين الكيس بمسحه، يعني مسحينه كده مسحه من الميه. بس كده. هنعمل الكمية كلها بالشكل ده. بس انا مش هعمل الكمية كلها معاكي يعني، لاني مش كتير اللي هياكل، يعني هعمل على قد اللي هياكل، وهعمل للولاد بس يعني، وهحمره دلوقتي واوريكي شكله عامل ازاي. وبصراحة في منتهى الجمال والطعامة، جربيه وان شاء الله هيعجبك جدا والله، وهتدعيلي على الوصفة دي، اقتصادية نضيفة، وكمان هتعجب الولاد. تمام كده. هو ده شكل البفتيك في الاخر. يا رب يكون عجبك. لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي لي كومنت حلو زيك، وتقولي لي عايزه اعمل لك وصفه اقتصاديه ايه المره الجايه. وباي باي، مع السلامه.